طيب، لما بنسمع كلمة لينكس أول حاجة بتيجي في بالنا إنه نظام تشغيل قوي ومفتوح المصدر، وده كلام مظبوط 100%. بس في حتة كده، سر صغير مش ناس كتير بتتكلم عنه. لينكس ليه شخصية غريبة شوية، ويمكن فكاهية كمان. في الشرح ده إحنا هنكشف الستار عن الجانب ده بالذات، وهنشوف إزاي الشخصية دي هي اللي خلته واحد من أهم أنظمة التشغيل في عالمنا النهاردة. تمام، جاهزين؟ دي هتبقى خريطة الطريق بتاعتنا. هنبدأ بمقدمة غريبة حبتين كده عشان نسخن، بعدها هنغطس جوه قلب لينكس نفسه، وبعدين نشوف إزاي ممكن نختار النسخة المناسبة لينا، وفي الآخر خالص هنكتشف إن لينكس ده طلع موجود في كل حتة حوالينا حرفياً. يلا بينا نبدأ. يلا بينا على أول قسم، وده بصراحة الجزء المفضل عندي. لو في مرة شفت حد بيكتب أوامر لينكس وحسيت إنك مش فاهم أي حاجة، كأنها طلاسم، ما تقلقش. الجزء ده هيكشف السر ورا المصطلحات العجيبة دي، وهنشوف إزاي المنطق الغريب ده هو نفسه سر قوة لينكس وسرعته. يعني شوفوا الكلام ده، chmod 755. للوهلة الأولى تحس إنه شفرة سرية، لكن في الحقيقة دي مجرد طريقة لينكس المختصرة جدا جدا عشان يقول حاجة محددة قوي. الملف ده أي حد يقدر يشغله، لكن أنا وبس اللي من حقي أغير فيه. ودي بقى لمحة بسيطة عن شخصية لينكس اللي بنتكلم عليها، قوي، دقيق جدا، وما بيحبش يضيع وقت في كلام ملوش لازمة. وشكله كده إن الناس اللي بتشتغل على لينكس دايماً مستعجلين، لدرجة إنهم بيختصروا أي حاجة تقابلهم. يعني كلمة طويلة زي distribution، لا هنخليها distro، وريبوزيتوري طبعاً هتبقى repo. ده بيورينا إن الكفاءة والسرعة مش مجرد ميزة تقنية، دي جزء من ثقافة لينكس نفسها. والموضوع مش واقف على الكلمات الطويلة بس، لا، ده حتى الأوامر اليومية العادية زي عرض الملفات اللي هي LS أو نقلها MV بتعاني من نفس أزمة الحروف المتحركة دي. في الأول ممكن نحس إنها لغة غريبة، بس لما بنتعود عليها بنكتشف إننا بننجز الشغل أسرع بكتير. كل حرف بيتوفر هو ثانية بتكتسب. طيب، بعد ما أخدنا فكرة عن اللغة الغريبة بتاعته، جه الوقت نقشر البصلة دي ونشوف إيه اللي مستخبي جوه. في القسم التاني ده هننزل لأعماق لينكس عشان نفهم إيه هي الآلية اللي بتخليه يحرك كل حاجة حوالينا، من أول الموبايل اللي في إيدينا لحد السحابة الكلاود. وعشان نفهم لينكس كويس لازم نرجع بالزمن شوية لأوائل التسعينات. وقتها كان في طالب فنلندي اسمه لاينوس تورفالدس، كان عنده حلم إنه ياخد قوة أنظمة يونكس العملاقة اللي بتشغل الشركات الكبيرة ويحطها في نظام تشغيل أي حد يقدر يستخدمه ويطوره ويكون مجاني ومفتوح المصدر. ومن المشروع الشخصي ده اتولد لينكس. أحسن طريقة نفهم بيها لينكس هي إننا نتخيله عامل زي البصلة بالظبط، ليه طبقات فوق بعض. في القلب خالص عندنا الهاردوير، يعني الأجهزة نفسها. حواليه على طول في طبقة اسمها النواة أو الكيرنل، بعدها بتيجي طبقة مكتبات وأدوات النظام، وفي الآخر خالص على السطح مساحة المستخدم اللي احنا بنتعامل معاه. إيه بقى أهم طبقة في كل دول؟ هي دي الكيرنل، النواة. دي قلب النظام النابض. ممكن نفكر فيها كأنها المترجم الفوري، يعني البرامج بتتكلم لغة والهاردوير بيتكلم لغة تانية خالص. الكيرنل هو اللي واقف في النص بيترجم ما بينهم ويتأكد إن كل حاجة ماشية بسلاسة من غير ما التطبيقات تشغل بالها بالتفاصيل المعقدة دي. تمام، دلوقتي ندخل على الجزء العملي أكتر. مفيش حد بيروح يثبت لينكس الخام كده، لا، اللي بنثبته فعلا هو حاجة اسمها توزيعة، أو زي ما اتفقنا خلاص هنسميها ديست. طب إيه هي التوزيعة دي؟ ببساطة شديدة هي باكج كاملة بتاخد نواة لينكس وتضيف عليها كل الأدوات والمكتبات والبرامج اللي محتاجينها عشان يبقى عندنا في الآخر نظام تشغيل كامل وجاهز للاستخدام. بدل ما كل واحد يقعد يبني نظامه من الصفر، التوزيعات بتوفر علينا المجهود ده كله. وهنا بقى بنفهم بجد ليه في توزيعات مختلفة، كل واحدة ليها فلسفة. يعني شوفوا أوبونتو مثلا بتنزل إصدار جديد كل 6 شهور، فدايما بتكون على أحدث حاجة، وده مثالي للمطورين. لكن لو بصينا على ريد هات هنلاقيها بتراهن على الاستقرار لأبعد مدى، لدرجة إنها بتدعم الإصدار الواحد لمدة 10 سنين كاملة. عشان كده بنلاقيها في الأماكن الحساسة اللي أي غلطة فيها بتكلف كتير زي البنوك أو المستشفيات. دلوقتي وصلنا للقسم الأخير، وهنا الصورة الكبيرة بتكتمل. بعد ما عرفنا لغته الغريبة وتكوينه الداخلي، هنكتشف إن لينكس مش مجرد نظام للمطورين وخلاص، لأ، ده العملاق الصامت اللي بيشغل العالم الرقمي بتاعنا كله، وغالباً من غير ما ناخد بالنا.
يبقى السؤال المنطقي دلوقتي بعد كل الكلام ده عن المصطلحات الغريبة والأوامر المختصرة، هو فعلا نظام التشغيل ده مستخدم فين على أرض الواقع؟ الإجابة ممكن تكون مفاجأة لناس كتير. الأرقام هنا بتتكلم عن نفسها. لو أي حد بيستخدم الإنترنت يبقى هو بيستخدم لينكس بشكل يومي. أكتر من نص خوادم الويب في العالم و90% من خدمات الكلاود العملاقة كلها شغالة على لينكس. ليه؟ ببساطة لأنه تصمم عشان يشتغل بكفاءة عالية جدا من غير واجهات رسومية، وده بيخليه الحل الأمثل للخوادم اللي بتشتغل 24 ساعة في مراكز البيانات. وقوته مش بس في الخوادم، لينكس كمان هو العمود الفقري لأساليب تطوير البرمجيات الحديثة زي الديف أوبس والأدوات المهمة زي كوبرنيتيز. وفي عالم إنترنت الأشياء، المرونة بتاعته بتخليه مثالي للأجهزة الصغيرة اللي مواردها محدودة زي كل الأجهزة الذكية اللي بقت في بيوتنا. ولو كل اللي فات ده ما كانش كافي لإثبات قوته، فاسمعوا المعلومة دي: أسرع 500 سوبر كمبيوتر على كوكب الأرض، الأجهزة اللي بتحل أعقد المسائل العلمية والبحثية. تفتكروا كام واحد منهم شغال بنظام لينكس؟ 90%؟ 99؟ لأ، 100%. كلهم، كل واحد فيهم. والسبب إن طبيعته المفتوحة دي بتدي العلماء حرية كاملة يعدلوا فيه ويظبطوه عشان يطلعوا منه أقصى أداء ممكن. دي ميزة مفيش أي نظام تشغيل تاني في العالم يقدر حتى يقرب منها. في النهاية، لينكس هو أكتر بكتير من مجرد نظام تشغيل. هو فلسفة كاملة قايمة على المصدر المفتوح والقوة والكفاءة. وزي ما شفنا، لو الكفاءة دي بتتقاس بعدد الحروف اللي بنوفرها، فلينكس بلا شك هو البطل في كل المقاييس.